السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لينا. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. بداية مع تحضيرات حلويات العيد. اليوم حضرت معكم توفيا كراميل بنكهة الكابريز بدون كريمة، بطريقة جد بسيطة بدون حليب. عندي هنايا زوج كيسان تاع السكر، الكاس تاع 220 ملي. رايحة نحطه فوق النار حتى نار هادئة، يعني فوق يعني تكون متوسطة هكذا حتى نشوفوها بدا يذوب هذاك السكر، ونبدا نخلط بالتدريج هكذا بالملعقة الخشبية. لازم نخلطه حتى يذوب لنا كامل سكر. شوفوا هنايا مازال ما ذابش، نكملو نخلطو حتى نشوفو يعني رجعنا كراميل. في هذيك الساعة رايحة نضيف ملعقة تاع زبدة ونحرك جيدا حتى تدخل هذيك الزيت كامل او الزبدة في لاصوص هذيك هكذا. نحرك جيدا بعد ما نشوفوها يعني نسجموا مع بعض. هايليك نزيدو نخلطو كما قلت حتى نشوفو الزبدة ما راهيش تبان يعني فوق السطح. هنايا عندي كاس ماء بارد ايضا، راح نحط له ملعقه تاع النشاء. نجيب ملعقه صغيره ونحرك جيدا بهذا الشكل حتى يذوب لنا كامل هذاك النشاء. نحطه فوق الخليط نتاعي ونخلطه باستمرار بهذا الشكل. لازم نبداو نخلطه حتى نشوفو تحصلنا على صوص خفيفه. هذا هو القوام تاعها. شوفوا كيفاش جات يعني ما شاء الله. وباش تجيك يعني بنكهة الكابريز رايحة نضيف لها واحد المكون اللي هو النسكافيه، ملعقة قهوة سريعة الذوبان، راح يمد لها نكهة النسكافيه. نخلط هذيك الملعقة في قليل من الماء ساخن ونحطها في هذا لاصوص تاع الكراميل. شوفوا كيفاش جات يعني مازالها هكذاك ومازال فيها الحبيبات تاع القهوه، كانت ما ذابتليش مليح. اكيد رايحه نصفيها باش تجينا يعني هذيك لاصوص صافيه بهذا الشكل. شوفوا كيفاش جات يعني ما شاء الله. راكم تشوفوا في هذيك الحبيبات تاع النسكافيه كانت ما ذابتليش مليح، لكن نتوما يعني ذوبوها مليح في الماء وديروها في لاصوص نتاعكم. وهذه هي لاصوص جاهزة. شوفوا كيفاش جات. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. نقولكم الى اللقاء مع وصفات اخرى.